خليني أسألك سؤال غريب شوية. تخيل تصحى من النوم فجأة مش على صوت انفجار ولا زلزال ولا حرب، لكن على إحساس إن الهوا نفسه بيقتلك، عينك بتحرقك وصدرك مش قادر ياخد نفس، والناس حواليك بتجري في الشارع وهي بتصرخ. اللي حصل ده مش فيلم رعب، ده حصل فعلا، وفي ليلة واحدة بس مدينة كاملة اتخنقت. قصتنا النهاردة اسمها كارثة مدينة بوبال، ودي كانت واحدة من أخطر الكوارث في تاريخ البشرية. قبل ما نحكي اللي حصل خلينا نرجع شوية لمدينة اسمها بوبال في الهند. مدينة بسيطة، ناس عايشة حياتها عادي، أطفال بيلعبوا، ناس راجعة من الشغل، عائلات بتتعشى، ولا واحد فيهم كان يعرف إن في حاجة خطيرة جدا بتحصل وقريبة قوي منهم، قريبة لدرجة إنهم كانوا شايفينها كل يوم، لكن محدش كان متخيل إنها ممكن تقتل مدينة كاملة. إيه الموضوع ده بقى؟ بص يا سيدي، في قلب المدينة كان في مصنع كبير، مصنع بيصنع مبيد حشري. المصنع ده كان تابع لشركة أمريكية اسمها يونيون كاربايد. في الأول الناس كانت شايفة المصنع ده حاجة كويسة جدا، بيوفر شغل وبيحرك الاقتصاد، لكن المشكلة إن المصنع كان بيستخدم مادة خطيرة جدا، غاز اسمه ميثيل أيزوسيانات، غاز سام جدا لدرجة إن كمية صغيرة منه ممكن تأذي أي إنسان جامد. والمصنع بقى ما شاء الله عليه كان مخزن أطنان كتيرة من الغاز ده، وإيه بقى جنب المدينة على طول. الغريب هنا بقى إن الكارثة ما حصلتش فجأة، الحقيقة إن كان في تحذيرات كتيرة قبلها، يعني عمال في المصنع اشتكوا، مهندسين بلغوا إن أنظمة الأمان بتاعتها مش شغالة كويس، وفي تقارير قالت إن المصنع ممكن يحصل فيه تسريب خطير. لكن المشكلة إن إصلاح كل ده كان هيكلف فلوس كتيرة، وإدارة المصنع قررت إنها توفر. حتى لما أنظمة أمان كتيرة اتقفلت وأجهزة إنذار باظت وأنظمة التبريد وقفت، المصنع برضو كان مكمل والشغل مستمر فيه كأن مفيش أي مشكلة، لحد ما جت الليلة اللي غيرت كل حاجة. في 3 ديسمبر 1984 بعد نص الليل كده، المدينة كلها كانت نايمة، وفجأة حصلت حاجة جوه المصنع. المية دخلت لخزان كبير مليان بالغاز السام، وطبعا تفاعلات كيميائية جامدة حصلت، الحرارة زادت قوي والضغط زاد، وطبعا اللي حصل بعد كده كان كابوس. صمام الأمان اتفتح، وسحابة ضخمة جدا من الغاز ده خرجت من المصنع وراحت على طول فوق المدينة. الناس صحيت فجأة عينيهم بتحرقهم، مش قادرين يتنفسوا، في ناس بدأت ترجع وناس وقعت في الشوارع، والأسوأ إن محدش فيهم كان فاهم هو في إيه ولا إيه اللي بيحصل. ده في ناس حتى معرفتش توصل لباب البيت، اللي حاول يجري وقع في الشارع، واللي شال ابنه مات وهو شايله، وخلال ساعات الشوارع كلها اتملت بالجثث. في أول ساعات من الكارثة دي مات حوالي 3000 واحد، لكن دي كانت بس البداية. مع الأيام والسنين الرقم الحقيقي وصل تقريباً ل20,000 وفاة، وأكتر من 500,000 شخص اتعرضوا للتسمم. عشان كده الكارثة دي بتعتبر أكبر كارثة صناعية في تاريخ العالم. لما حصلت الكارثة دي العالم كله بدأ يسأل سؤال واحد: مين المسؤول؟ الشركة الأم في أمريكا نفت المسؤولية المباشرة، ومديرها التنفيذي وقتها وارين أندرسون سافر الهند بعد الحادثة على طول، لكن الغريب إنه ما قعدش كتير وسابوه يمشي ويسيب البلد، واتحاكم بعد كده لكن غيابيا بس، يعني ببساطة ما دخلش السجن أبدا. المشكلة هنا إن الكارثة ما انتهتش سنة 1984، ده لحد النهاردة المنطقة حوالين المصنع لسه ملوثة، وفي بوبال لسه في تشوهات خلقية وأمراض نفسية مزمنة، سرطانات، أطفال بيتولدوا بتشوهات، والمصنع نفسه لسه موجود هناك بس مهجور، تحس كأنه سايبينه كأنه شاهد قبر ضخم كده ليهم في نص المدينة. كارثة بوبال ما كانتش مجرد حادثة، دي كانت جريمة إهمال وطمع وتجاهل لحياة البشر، وقرارات اتخذت عشان الفلوس بس، وفي ليلة واحدة بس الهوى نفسه اتحول لسلاح. وفي سنة 1989 حصلت تسوية مالية كبيرة، الشركة دفعت 470 مليون دولار، رقم شكله كبير مش كده؟ بس مفيش حاجة أبداً تسوى تمن حياة إنسان. اللي حصل في 3 ديسمبر 1984 ما كانش إن الناس ماتت بسبب الغاز بس، الناس ماتت بسبب نظام قرر إن الإنسان أرخص من التكلفة، وأحياناً أخطر حاجة مش السم، أخطر حاجة إن اللي سببه يفضل عايش عادي. والرعب هنا في القصة دي إن الكوارث الكبيرة قليل قوي ما بتكون مفاجأة، غالباً بتكون معروفة قبلها بسنين، لكن حد اختار يسكت، وحد اختار يتجاهل، وحد اختار يدفن الحقيقة. وده بالضبط اللي خلانا نعمل سلسلة الصندوق الأسود، لأن في العالم بتاعنا أحياناً حياة البشر بتبقى أرخص من الأرباح،
وده السبب إن في قصص زي دي لازم تتفتح تاني، لأن الحقيقة مهما حاولوا يدفنوها بتطلع. بس المهم بقى إننا نتعلم منها. لو القصة دي صدمتك، استنى الحلقة الجاية من الصندوق الأسود، لأن لسه في ملفات تانية كتير في العالم حاولوا يخبوها، لكن طبعا الحقيقة دايما معانا بتطلع. أنا سلوى سالم. لو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشير، واكتب لي في التعليق لو شركة كبيرة تسببت في كارثة زي دي، مين المفروض اللي يتحاسب؟ الشركة ولا الأشخاص اللي خدوا القرارات؟ أنا بقرأ كل يوم التعليقات، وأحياناً بختار قصص الحلقات الجاية من اقتراحاتكم. أشوفكم في الصندوق اللي بعده، بس ما تنسوش تشتركوا في القناة.